في هذه الفترة التي نحن فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. اوعى تيجي على النهاية وتنام، اوعى تيجي على اخر المسيرة وتنام، اوعى تيجي على الشهر الرقم 12 قبل رفع الاعمال في يوم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وتنام. اوعى تيجي في الاخر انت بقالك سنة تعبان من رمضان اللي فات وانت بتجاهد عشان توصل لربنا وعشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فينا اللي عمل عمره، وفينا اللي حج، وفينا اللي حافظ على قيام الليل، وفينا اللي بقاله سنة بيحفظ قرآن، وفينا اللي بيجتهد او بتجتهد في كثير من الطاعات، وفينا اللي طلع 7 8 قوافل خيرية، وفينا اللي بيحافظ على تكبيرة الإحرام من 40 يوم ل 40 يوم، وفينا اللي بيطلب علم، وفينا. اوعى تيجي على لحظة رفع الأعمال إلى الله وتقوم نايم، اوعى. هو بالظبط انما الاعمال بالخواتيم، يعني القصه كلها في شعبان يا جماعه. هو شعبان زي ما احد الشباب كده كان قال لي مره في جوله من الجولات وانا قاعد اكلمه عن شعبان، وازاي ان شعبان هو القنطره للرمضان، وان شعبان بالنسبه لرمضان زي السنه القبليه قبل الفرض، وانك لو ما طفتش المروحه في شعبان مش هيجي رمضان ومروحه الدنيا جواك ما هياش هاديه، وان شعبان ده الرسول عليه السلام كان بيصومه كله الا قليلا، وان شعبان ده رفع الاعمال، وان شعبان ده في ليله النصف من شعبان يعرض قلبك على الله. فانت عملك بيعرض على الله في رفع الاعمال، وقلبك بيعرض على الله في ليله النصف من شعبان. فشعبان هو نموذج مصغر للعرض على الله، غير انك لا تنظر عن يمينك فلا ترى الا النار، ولا تنظر عن شمالك فلا ترى الا النار. هو بس اللوكيشن، المكان بتاع المحاسبة او العرض هو اللي مش موجود، انما عرض القلب وعرض العمل على الله يحدث في شعبان. وانا بكلمه كده فقال لي هو شعبان، فقلت سبحان الله، الكلمة هي القصة كلها في شعبان يا اخواني في الله. فمش عايزين نيجي في النهاية وننام.